السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم غادي نقدم لكم واحد المورقه اللي تتجي غزاله ومقرمشه مع واحد العصير اللي هو صحي. غنبداو بسم الله. اولا بالحشوه غادي نحتاجوا واحد الجزره كبيره مقطعه شرائح رقيقه ولا محكوكه في الحتاته رقيقه، واحد الفلفله خضراء مقطعه مربعات صغيره، فلفله حمراء حتى هي، والبصله بصله كبيره تكون مشلضه. تنخلطوا هاد الخضروات اللي وضعنا في الكاسرونه ولا في المقلاة. غادي نزيدوا عليهم العطريه، تنضيف القليل من الابزار او الفلفل الاسود، ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر او التحميره، شويه ديال السودانيه على حساب الاختيار اللي كيبغي الحار يديرها. غنضيفوا الملح على حسب الذوق، وغادي نضيفوا زيت الزيتون. غنخليو هاد الخضروات ديالنا حتى تيتشحروا وتنزلوا، عاد تنحيدوها على النار. بالنسبه للعجين، واحد العجين اللي هو بسيط بزاف ما فيهش المكونات، ولكن تعطينا واحد النتيجه اللي هي رائعه. هنا عندي 400 غرام من الدقيق الابيض، وضعت عليه القليل من الملح فقط، يعني الدقيق والملح، وغادي نخلطو بالماء البارد، الماء البارد فقط، حتى نتحصل على واحد العجينه اللي تكون لينه بين اليدين ديالي. يعني تنبقى نضيف الماء حتى تتجمع ليا العجين. بعد ما تتجمع العجين مباشره غادي نمر باش نشكل العجينه ديالي. تنرش سطح العمل بالقليل من الدقيق، وغادي نحاول نطلق العجين ديالي قدر الامكان على شكل مربع كبير، يعني العجين كامل ديالي في مره واحده غادي نطلقه على شكل مربع كبير. على هذا الشكل. بعد ما طلقته غادي ناخذ هنايا زبده المارغرين او زبده التوريق. غنحتاج تقريبا نص ديال هاد العلبه، فيها 200 غرام ولا 250 غرام. غادي نحتاج نصف منها. غادي ناخذ الحكاته وغادي نبقى نحك الزبده اللي كنت عاملاها في المجمد، كنحكها مزيان فوق العجين كله، يعني مجرد يتغطى لي العجين بدات الزبده اللي غنحطها فوق منه. عجين بسيط، مكونات بسيطه، ولكن نتيجه رائعه رائعه. بعد ما حطيت النصف ديال المارغرين، تنحاول نوزع الزبده على اطراف العجين كامل. من بعد غادي نبدا تنجمع الاطراف ديالو على هذا الشكل. انا بحال تنحاول ندرس على العجين ديالي باش تثبت الزبده المره الاولى والمره الثانيه من الجهه الاولى. نفس الشيء غادي نعملوه من الجهه المقابله، يعني غنطوي المره الاولى ونثبت العجين ديالي على الزبده، ونرجع نطوي المره الثانيه وتنثبت العجين على الزبده حتى تلتقيو في الوسط. هاد المرحله غادي نرجع نحك واحد شويه ديال الزبده باش ما تيبقاليش العجين يلتصق على العجين اللي مقابل معاه من دون ما يكون بيناتهم زبده. تندير القليل فقط. ونرجع نطوي الجهه الاولى على الجهه الثانيه. دائما تنثبت العجين ديالي وانا تنضغط عليه شويه. من بعد غادي نبدا نطوي الجناب على شكل ظرف ولا على شكل كتاب، يعني غنلاقيهم للوسط ونرجع نطويهم مره ثانيه. وهذا هو العجين اللي غنتحصلوا عليه، واحد العجين مورق بسيط جدا. هنايا غادي نديرو في واحد بلاستيكه ونخليه يرتاح واحد ربع ساعه قبل ما نرجع نطلقه. بهذا الشكل تنطلقوا العجين كامل
كيف تشوفوا معايا هذوك الخيوط ديال الزبده واضحين في وسط العجين. كنحاول نقاد المربع ديالي باش يساعدني في التشكيل ديال المورقه اللي غادي نخدم معكم اليوم. وبالنسبه لهاد الزوائد اللي تنزول كيف تشوفوا معايا انا تنطويهم وحده فوق وحده، يعني ما تنعجنهمش، تنخليهم بهذا الشكل وحده فوق وحده باش كنحافظ على التوريقات اللي تحصلت عليها. تنخليهم يرتاحوا على جنب ومن بعد غادي نرجع نشكلهم. اذا العجين المورق ديالي هو هذا. تناخذ الحشوه من بعد ما تتكون بردات. ضفت ليها واحد البواطه ديال الطون مشى ليا المقطع ديالو، وضعت معاه واحد العلبه ديال الطون وشويه ديال الزيتون مقطع شرائح رقيقه. تنوضع واحد على الشكل اللي تشوفوه معايا في الصوره. تنوزع الحشوه هكا بشكل طولي من الجوانب ديال العجين ديالنا. وهنا غادي نطوي عليه العجين بهذا الشكل ونثبت الاطراف. نفس الشيء غادي نعمله من الجهه المقابله، غادي نرجع نطوي عليه العجين وانا تنثبت الاطراف ديالو باش ما تخرجليش الحشوه اثناء الطهي. تنثبت الجوانب ديالو الاطراف ديالو مزيان بالاطراف الاصابع ديالي. صافي تناخذ واحد الموس وتنقطع الجنب ديالو، تنخلي واحد سنتيم تقريبا وتنقطع بالموس او بالجراره. هاد القطعه الوسطانيه غنخليها حتى نرجع نشكلها مره ثانيه. تنرجع نطوي ذات الطرف اللي قطعناه وتنثبتو مع العجين الفوقاني. تنبقى تنقرص ذات العجين حتى تيقبط بلاصتو مزيان. تنقرصوه مزيان باش ما تخرجناش العجينه ما تخرجناش عفوا الحشوه من وسط العجين. نفس الشيء من الطرف الثاني. تنقرص العجين مزيان مع الجنب الثاني. صافي وتنقلبوا هذا الحربول اللي سقمنا كيكون هذا هو الظهر ديالو. تنقلبوه في الوجه باش تبقى ذات الزوائد اللي تتبقى لتحت. وغادي ناخذ واحد اللاطه ديال الفران اللي نكون دهناها مزيان بالزيت وغادي نوضع فيها هاد الشرائط اللي سقمنا ديال العجين المورق بالحشوه. وغادي ناخذ واحد البيضه مع شويه ديال الخل وغندهن الوجه ديالهم مزيان. ومن بعد غادي ناخذ واحد السكين كيف غتشوفوا معايا في الصوره. من بعد هذه هي تحذف لي الفيديو ولكن الصوره تنظن انها واضحه. تنقطعوا على هذا الشكل مثلثات من بعد ما كنت دهنته مزيان بالبيض. وغندخلو الفرن اللي يكون ديجا سخون مزيان وغادي نخليه على عافيه عاليه حتى كيتنفخ. ومن بعد غادي نقص عليه واحد 10 دقائق ونقص عليه العافيه ونخليه على عافيه مهيله حتى تيطيب. سمعوا معايا القرمشه، عجين كيجينا مقرمش ونتيجه رائعه. من بعد هاد المملحه غنمروا باش نوجدوا واحد العصير اللي هو صحي 100%. غنحتاجوا تقريبا 3 البرتقالات، 2 بنانات، عندي واحد الخياره زولنا لها الزريعه، وواحد 9 ديال التمرات، ونصف لتر من الماء البارد. غادي ناخذوا الكاس ديال الخلاط غادي نوضعوا فيه البرتقالات بعد ما كنا نقيناهم حيدنا منهم الا فيهم شي عظيمات. درت الخويطات البيض
غادي نضيفو التمر بعد ما زولنا له العظم ديالو. هنا عملت 9 ديال التمرات. عندي 2 بنانات صغار، واحد الخياره صغيره. غادي نزيدو عليهم القليل من الماء وغنطحنوه، ومن بعد غنكملو الكميه ديال الماء كامله، يعني نصف لتر من الماء البارد. يعني واحد العصير اللي هو صحي ومنعش في نفس الوقت بدون السكر. يعني الحلاوه ديال الفواكه اللي فيه ديال التمر وديال البنان كيجي عصير لذيذ بزاف. هنا من بعد ما طحنتو تندوزو في واحد الصفايه باش تيزولوا داك الشوائب ديال التشين. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، مملحه مقرمشه رائعه مع